صديقي الشطرنجي، سلام عليكم. النهارده جات لي فكرة جميلة جدا. سلسلة جديدة هنتعرف فيها على أبطال العالم في الشطرنج، وهنبدأهم بأول بطل عالم ويليام ستاينز. هنشوف إيه في السلسلة دي؟ هنمسك كل بطل عالم، نشوف حياته، مواقفه الشطرنجية، إزاي كسب التايتل اللي هو بطل العالم، وإزاي خسره للي بعده. ويليام ستاينز هبدأ بيه بما إنه أول بطل عالم في الشطرنج. ويليام ستاينتز استرالي، اتولد سنة 1836، وكعادة كل عباقرة الشطرنج بدأ يتعلم الشطرنج بدري بدري ويتطور فيه واحدة واحدة لحد ما بقى رقم واحد في استراليا كلها. تباعا لما دخل الجامعة بدأ يفوز بالبطولات الرسمية وغير الرسمية، لحد ما قال أنا عايز أتطور وأشوف ناس جديدة وناس أحرف مني في الشطرنج بتلعب. ففين الكلام ده غير في أمريكا؟ فسافر امريكا، وهناك بدل اسمه لويليام ستاينتز. هو كان اسمه ويلهلم ستاينتز، ولكن بدل اسمه لويليام ستاينتز، معرفش ليه. ولكن هو استقر في امريكا وبدأ يكتب مقالات عن الشطرنج وبدأ يلعب بطولات. شخصية ويليام ستاينتز غيرت كتير في المفهوم الشطرنج الحديث. بمعنى ايه؟ كان في زمان حاجه اسمها الرومانتيك تشيس، او المدرسه الرومانسيه في الشطرنج. مش معنى الرومانسيه ان فيها عواطف وكده، لا، هو فكره رومانسيه او ده ستايل لعب في الشطرنج مبني على اسس تكتيكيه سريعه للوصول للملك. وطبعا انك تكسب بستايل. هو ده فكرة الرومانتك تشيس. حتى ممكن تسمعها كتير لما تيجي تعمل تكتيك معين، انت مش ممكن ما تكونش واخد بالك من البوزيشن، واخد بالك من الاستراكشر، ولكن التكتيك اللي انت عملته ده بيوصلك ان انت تكسب وتوصل للملك بشكل سريع، effective with style. تمام. ففكره ويليام ستاينتز غيرت الكلام ده. يعني الكلام ده طبعا كان بتاع بول مورفي وادولف اندرسون. الكلام ده زمان سنه 1800 حاجه و50، يعني زمان جدا. فجه ويليام ستاينتز قال لك انا عندي فكر تاني في الشطرنج، وهو البوزيشنال بلاي. ان انا هبني استراتيجيك بلان. يعني ايه استراتيجيك بلان؟ يعني خطه استراتيجيه طويله المدى عشان اوصل لان انا اكسب الجيم بامان. سواء بقى بنيت الخطه دي على جناح الملك، سواء بنيت الخطه دي في كنترولنج للسنتر، ان انا اعمل كنترول على الوسط بتاع البورد، او سواء بنيت الخطه دي ان انا ازود الادفانتج بتاعتي واحده واحده، او العب على جناح الوزير. في خطط كتير ممكن نبنيها، ولكن واحده واحده بخطه استراتيجيه طويله المدى، على عكس المدرسة التانية. كعادة أي فكر جديد بيقابله عدم رضا من الفكر القديم، وبيقابله حرب من الفكر القديم، لدرجة إن هو في المقالات سموها الإنك وور. لأن ستاينتز كان بيكتب مقالات بتوضح مدى براعة فكره في الوصول لأن هو يكسب جيم الشطرنج بشكل كويس، وأفكاره كانت إفكتيف جدا، ذات فعالية كبيرة. ولكن الفكر المضاد اللي هو الأصلي بتاع الرومانتيك تشيس كان بيقابله بكل عنف وبيقول له إن الأفكار دي غلط. على رأسهم طلع واحد اسمه جوهانس زوكرتورت. واضح من الاسم إن هو طبعا يعني كان واقف له في الزور، مانع كل الأفكار دي أو غير راضي عنها. فكان في حرب ومناوشات شطرنجية ومقالية ما بين ستاينتز وجوهانس زوكرتر. قال لك طيب احنا هنعمل ماتش فاصل ما بينكم انتوا الاتنين. هو ده الماتش، طبعا من كذا ماتش يعني. هو ده الماتش اللي هيحدد بطل العالم في الشطرنج. وبالفعل حصل الماتش ده، وهقول لكم على نتائجه، وهقول لكم على الادوار بتاعته ايه اللي فيها، وهنبص عليها. ولكن ده هيكون في الجزء الثاني من السلسله دي، او من ويليام ستاينتز. الحلقات بتاعت ويليام ستاينتز اللي هتبقى 3 حلقات يعني. طيب احنا هنشوف النهارده ايه في فيديو النهارده؟ هنشوف الستايل بتاع ويليام ستاينتز، مواقف شطرنجيه من الجيمز بتاعته، وهنتعرف اكتر ازاي نفكر او طريقة ترتيب الافكار،
واحنا بنلعب شطرنج. معلش لو كنت طولت عليك في المقدمه، فانا دكتور محمد شرف ودي قناه شطرنجيون. اتمنى تشترك لو لسه ما اشتركتش في القناه، ويلا بينا على الموقف الاولاني. ويليام ستاينتز هنا بيلعب بالاسود. زي ما احنا شايفين، احنا اول حاجه بنفكر فيها او طريقه تفكيرنا في الشطرنج بتتلخص في 3 حاجات. لما نيجي نحل اي موقف هنفكر الاول في التشيك او الكشات فين. دي اول حاجه نفكر فيها، حتى لو كش ساذجه هنفكر فيه. تمام، ده رقم 1. رقم 2 الكابشر، ازاي لو في حاجه هتتاكل. ده رقم 2. يعني خلصنا التفكير في الكشات. رقم 2 الكابشرنج او الاكل يعني. تمام. رقم 3 التهديدات او الثريتس. يبقى ترتيب الفكر بتاعنا في الشطرنج كشات، اكلات، تهديدات. لو ملاحظين معايا في الموقف ان البيشب ضارب الدياجونال، فطبيعي ان الكينج ما يقدرش يروح في مربع الجي 1، وكمان ما يقدرش يجي في الجي 2 لان النايت معمول عامل كنترول على الجي 2. يبقى اذا انا باي سام هاو لو قدرت افتح الاتش فايل بتشيك، وده اللي فكرنا فيه الاول، يبقى انا كده حققت التشيك ميت. ولحسن الحظ في روك تانية معايا 2 روك، فلو ضحيت بالروك دي الكينج ملوش غير انه ياكل الروك التانية، تيجي بتشيك ميت على طول. المربع ده مقفول، جي 2 مقفول، وطبعا الطريق للرجوع مسدود يا ولدي. الموقف التاني معانا وايت تو موف. لو جينا حللنا الموقف كده نبص، طيب نفكر الاول في وضع الكينج. الكينج مزنوق ليه؟ لان في بيشوب ضرب الدياجونال، والروك بتاعنا عامله فول كنترول على الاف فايل، بس في نفس الوقت الكوين طالب الروك بس وايت تو موف، وفي نفس الوقت معانا بيشوب ضارب الدياجونال على الكينج، بس في بون قدامه سادد التكتيك اللي ممكن يحصل. ولو لاحظنا، لو فكرنا في التشيك الوحيده اللي موجوده هي روك اف 8. طبعا الفيل لازم يكابشر والا هتبقى تشيك ميت. بيشوب كابشر وعلى طول نعمل ديسكفرد تشيك، ديدلي ديسكفرد تشيك. البيشوب يغطي. ثانك يو بودنز ميت. ليه بودنز ميت؟ خدناها قبل كده، اللي هي مات بالتو بيشوبس. خش على الموقف اللي بعده. هنا وايت تو موف. هل في اي تشيك او في اي تكتيك على الملك؟ لا، بس في حاجه، احنا عاملين باتري. الباتري بتتكون من فيرست بيس اللي هي الكوين، والسكند بيس اللي هي الروك. يبقى اذا انا عايز افكر ان انا اعمل بريشر على البيشوب ده اللي مش محمي. ازاي؟ ان انا هكابشر الاول. يبقى قلت لكم او تاني حاجه نفكر فيها الكابشرنج، او ان احنا نكابشر الاول النايت. بعد ما كابشرنا النايت ياكل بالبون، على طول ندفع الاي 5. هات البيشوب. البيشوب يتحرك في اي مكان، ننقض ونكسب ماتيريال. الموقف اللي بعده، خلينا اشرح لك الموقف الاول. الروك والكوين في الرانك الاول كونكتد ببعض، والكينج حامي الروك، وفي نفس الوقت الروك طالبه الكوين اللي واقف في الاي 4. طيب احنا عندنا تكتيك. تكتيك. لاحظ ان الكوين برضو ضارب الكوين وعايز ياكله في نقله واحده، ولكن لحسن الحظ ان بلاك تو موف ويجد النقله الجميله اللي هي تشيك الاول في ترتيب الافكار واحنا بنفكر، بيديفلكت الروك من حماية الكوين. فلو الروك تيكس ياكل الأول بتشيك، ياكل وعلى طول آكل الوزير. قال لك مش هاكل، أنا هرجع بقى كده. شكرا، تاخد تشيك ميت من الاتش 1. الموقف اللي بعده وايت تو موف. يا ترى ايه التكتيك اللي موجود في هذا الموقف الجميل المشهور في الاوبننج؟ لو فكرت طبعا بنفكر في التشيك، ومهما كانت ساذجه فممكن تكون فعاليتها كبيره جدا. بيشوب تيكس اف 7. دايما البيشوب سي 4 ضارب وباصص على الاف 7 بون، ودي جميله جدا. ليه؟ لان انا بعد ما الكينج بياخد بنط بالنايت بتاعي في الاي 5. بعد ما الكينج يقرب عايزه بكل بساطه ان انا كابشر باك البيس بتاعتي، وفي نفس الوقت معايا ماتيريال زياده لان معايا بون، والكينج طبعا خسر حقه في الكاسلينج. اللي بعده وايت تو موف، وعايزك تصحى معايا. تحليل الموقف جميل جدا. احنا عندنا باتري. الباتري بتاعتنا
كوين وبيشوب عاملين بريشر على النايت لو اتحرك باكل البيشوب التاني، وفي نفس الوقت عندنا بيشوب خطير في الدي 2 عايز يجي يثبت الكوين على الملك. طب يبقى اذا انا اريموف الديفندر للسكوير ده. طب فين الديفندر؟ الروك تيجي تضرب النايت على طول على قفاه وعايزه الكوين. لو كلب اي حاجه على طول بجري بثبت. طب هتقول لي مثلا ده هو ياكلك الاول. اكل بتشيك الاول، ولما ياكل اكل الروك. وطبعا لو اتحرك في اي مكان بديله تشيك الاول، وبعد كده بهرب بالكوين بتاعي بكل بساطه. الموقف اللي بعده بلاك تو موف. تحليل الموقف كالاتي: الجي فايل عندنا مفتوح، وطالما في فايل مفتوح على الملك اذا اتاك ثم اتاك ثم اتاك. طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ على طول بدفع الاف 3 هات الكوين وهات المات. هيعمل ايه؟ هتقول لي هيرجع على طول الروك بتاعتنا تنقض على البيشب، والوزير للاسف ما ينفعش يتحرك وياكل الروك. دي اسمها الديفليكشن. ديفليكشن يعني ان انت بتلهي او بتخلي قطعه تسيب حمايه مربع تاني او حمايه بيس تاني. طيب الموقف اللي بعده بلاك تو موف، وهنا تكتيك جميل جدا مبني على ايه؟ مبني على الفورك بالنايت. عارفين طبعا مدى خطورة النايت في انه يعمل فورك. انا نسيت اقول لك طبعا ان انت يعني وجاي اقولها لك في اخر موقف سبحان الله، بس هقولها لك برضه ان انت ممكن توقف الفيديو في اي لحظة عشان تحل المواقف دي بفكرك، وخد فيها وقتك عادي مفيش مشاكل. عندنا في الموقف ده في تشيك؟ لا مفيش تشيك، ولكن في كابشر. يبقى انا لغيت التشيك من دماغي، يبقى افكر في الكابشرنج. الكابشرنج اللي تشيك سوري النايت ممكن يجي يعمل تشيك من الاتش 2 ولكن مش افكتيف خالص وما فيهاش اي نوع من انواع التكتيك. ولاحظ طبعا ان الكوين مطلوب. طيب الكابشرنج اللي بتكلم عليها هي حاجات كتير، ولكن الافكتيف 1 بتاعتها كوين تيكس. الكوين لو تيك باك انا عندي على طول فورك واخد الكوين بتاعنا وكمان فوقيه قطعه هديه. ندخل سريعا على الموقف اللي بعده، وهنا وايت تو موف. زي ما احنا شايفين تحليل الموقف ان في تنشن، في تو بونز باست بون، مفيش حاجه قدامهم غير التو روكس. الكينج عامل اتاك نوعا ما مش افكتيف دلوقتي على الروك. الروك بتاعتنا ماسكه الدي فايل من قفاه. وطبعا عندنا تكتيك جميل جدا، وهو ايه بقى؟ فكر وارجع. التكتيك هو في تشيك، في تشيك، ولكن اللي تشيك من الدي 6 مش افكتيف قوي. فاحنا هنفكر في ايه؟ في الكابشرنج. الكابشرنج عندنا تكتيك اسمه ديفليكشن. الديفليكشن هو ان احنا هنقول للكينج هتحمي ايه ولا ايه. لو الكينج راح خد الروك اخد انا الروك التانية، وابقى كده عندي افضلية ساحقة. ليه؟ لان انا طبعا معايا تو باست بون، معايا بيشوب، معايا روك، وفي نفس الوقت الروك دي الاكتيفيتي بتاعتها والموبيليتي بتاعتها زيرو. طيب لهنا للأسف تكون خلصت حلقتنا. أتمنى تكون الحلقة عجبتك، وزي ما قلت لك احنا بنتكلم كل دي جيم وكل دي مواقف من الجيمز بتاعت ويليام ستاينز. إن شاء الله في الحلقة الجاية هقول لك بقى المناوشات وإيه اللي حصل ما بينه وما بين زوكر تورت اللي كان على طول واقف له بالمرصاد عشان يحارب الفكر الجديد بتاع ويليام ستاينز اللي هو البوزيشنال بلاي او البناء الخطة الاستراتيجية طويلة المدى اللي بيها يكسب جيم الشطرنج بكل سهولة ويسر. اتمنى تكون الحلقة عجبتك، وما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب طبعا من فضلك. واشوفك في حلقات جاية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.